بسم الله على بركة الله. هنا كيف ما تشوفوا معايا، هنا عندي الزيتون اسود اللي غادي نشرملو، والزيتون هنا عندي خليط ما بين الزيتون الاخضر والزيتون الاحمر. وكيف ما تشوفوا معايا هنا حكيت ثوم، حكيتها بحكاكه رقيقه. هنا عندي قزبر ومعدنوس. هنا عندي كيف ما قلت لكم زيتون احمر او اخضر، يمكن لك تستعملي اي زيتون اللي حبيتي. هنا عندي الثومه محكوكه وربيع، قزبر ومعدنوس مقطع رقيق. وهنا عندي خليط ما بين الكمون والقزبر. وهنا عندي الهريسه وزيت الزيتون. يمكن لك تضيفي حتى الحامض مصير، تقطعيه قطع رقيقه. بالنسبه لي انا ما غاديش نضيفو، ما بغيتوش يكون محمض، ما غاديش نضيف الحامض. يمكن لك تضيفي الحامض. هنا غادي ندير الكمون والقزبر. هنا الكميه الكافيه تاع الهريسه. بالنسبه للزيتون الاخضر هو غادي نضيف ليه الهريسه، وغادي نضيف ليه الكمون والقزبر معلقه صغيره، ولكن خاصني غادي نزيد. غادي نضيف زيت الزيتون، نضيفو كميه زيت الزيتون اللي غادي تخصنا باش تلبس لينا الزيتون كامل. ولا كان خاصنا بطبيعه الحال راه غادي نزيدو، ملي غادي نوضعوه في هذا، غادي نوضعوه في القنينات. ملي غادي نصاوبوه يمكننا نوضعوه في القنينات، يمكننا نزيدو زيت، ولا بغينا نزيدو زيت الزيتون. وهنا غادي نحرك الكل جيدا ونرجع معكم. وكيف ما تشوفوا معايا، بعد ما حركت الزيتون جيدا حتى تلبس ليا بالربيع والهريسه والثومه. وهنا كيف ما تشوفوا معايا هنا عندنا الزيتون الاخضر او الاحمر، حتى هو خلطته جيدا. كيف ما تشوفوا معايا اللون تاعو الرائع. كنتمنى تجربوه على طريقتي، كيجي لذيذ ورائع. نرافقوه مع اطباق المشاوي، دجاج او اللحم. بعض المرات انا كاع تنقلي البيض، بحال كنقلي البيض مع زبيته مع زيت الزيتون، وتنرافق معاه الزيتون، كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوه، بطبيعه الحال غادي ينال الاعجاب تاعكم، كيجي رائع. وهذه هي وصفتنا تاع اليوم، زيتون مشرمل. كنتمنى تروقكم وتنال الاعجاب نتاعكم. ونبقى نقول لكم الى فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.